ورحمة الله وبركاته. والله العظيم لو لو اطلع كل يوم فيديو لا اطلع في اليوم 10. بالاخبار حق المستشفيات. قبل امس اشتكينا على حق مصطفى المغمري انه بنفعل عملية وما نجحت، والدكتور يقول لك ببساطة العملية يعني فشلت ببرودة. واللي قبلها حق عبد الله ابن ابو عبد الله اللي ابن قطعوا رجله، عبد الله اللداد من الدلال اسمه، ونزلت حقها الفيديو قطعوا رجله الرجال. اليوم فيديو افترت لما طفل، يعني عندنا عادة الطفل يختنوه بساعته، عند اي مستشفى يختنوه باسرع وقت. يعني تخيلوا طفل قطعوا ذكره، شوهوا بذكره، لعبوا بالولد، الطفل لعبوا به. يعني لو يا وزارة الصحة لو ارفع فيديوهات برفع لي في اليوم 10 باخطاء الدكاترة اللي في اليمن. اقسم بالله العظيم لو ارفع كل يوم على المظلمين حق الاغلاط، لو ارفع في اليوم 20 فيديو. صح انه في العالم بتحصل اغلاط حق الطب، يعني في المليون واحد، يعني في المليون عملية، لكن هذا يختن ذكره الطفل. بنزل لك الفيديو حقه وشوفوا يختنون الطفل، الولد بين الحياة والموت، لعبوا بالجاهل وهم مستهينين فيه لأبعد حد. أقسم بالله العظيم إن المستشفيات اليمن إني تجارة، والله إني تجارة ما فيش عليها رقابة. أنا أناشد لوزير الصحة يشوف حل الدكاترة، وكل واحد يشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ فؤاد عاج غانم السريحي من محافظة عمران مدينة العين السريح، حيث أنني معلم في محافظة المهرة مدينة الغيضة. رزقني الله هذا المولود اللي تشوفوا أمامكم قبل عام ونصف. بعد ولادته ب10 أيام أخذت هذا الطفل لعملية ختانة التي هي الطهارة أبسط الأشياء إلى مستشفى الغيضة العام المركزي، اللي أنا حاليا متواجد داخل هذا المستشفى في الرقود. فحصل الدكتور عفيف سعيد العمودي بالعمليات الصغرى، فأخذ مني الطفل، قال أنا بعمل له الختانة. فأخذ الآلة الحديثة التي هي الليزر وما يعرف فيها، قال هذه ضد النزيف وهي أفضل بكثير من الأدوات الأخرى. قال وهذا عملنا لدهم. قلت حاضر، أنت دكتور وظيفتك اللي تشوفه. فأخذ هذا الطفل وعمل له عملية الطهارة، استخدم للكاوية وأخرج قضيب هذا الطفل، دمر مستقبل هذا الطفل، ضيع مستقبل هذا الطفل، حسبي الله ونعم الوكيل عليه. أخذنا بعدين إلى البيت المساء نشوف الطفل يبول من تحت حجبة الرأس وقطع نصف الرأس. رجعنا لعندهم يا جماعة عشان عندهم بهذا الطفل، مكنونا هو بايت وهو بايت شافه، لعبوا علينا بالقضية الأيام والطفل ما زال يعاني وينزف. سحبنا له عدة كرة دم، وحاليا بسحب له الآن قد سحبت له بيعملوا له القربة الدم. الطفل ما زال ينزف ويتألم ويتعذب. فبعد ذلك يا أحرار اليمن هذه القربة الدم اللي بنعملها الآن. تلاعبوا علينا في القضية، اعترفوا بالخطأ الطبي ومعنا تقرير من مستشفى الغيرة. لعبوا علينا في القضية شوي، قالوا احنا ما نعمل لك، احنا كذا وكذا. قلت خلاص عالجوا ابني، انا مشتي لكم ولا اي شيء. حصل الخطأ صلحوا خطاكم، هذا مستقبل هذا الطفل، ما مصير هذا الطفل. لو مات هذا الطفل بعفي، لكن اشوف هذا الطفل يتألم ويتعذب، كيف يكون مستقبل حياته بدون قضيب؟ فهل هذا يرضي الله ورسوله؟ فبعد ذلك قالوا روح القضاء. رحنا القضاء، القضية ما زالت لدى محكمة النيابة بعد معاناة من البحث والتعب. قالوا انت بتشارع دولة وبتشارع مستشفى حكومي وما الى ذلك. والطيب وهذا الطفل كيف يقعده المسكين. على كل حال عرفوا بالقضية كل من في مدينة الغيضة. وصلنا حتى للمحافظ، يوم قال لي ارجع لي بعد الاسبوع وبعدين سافر المحافظ. رجعت مش موجود، رحت به كل مكان. نزلت هذا الطفل الى المكلا، الى سيئون، الى صنعاء، كلهم المستشفيات ومعي تقارير طبيه قالوا سافر بهذا الطفل. الطفل هذا في حاله خطر ويحتاج الى عمليه تجميليه يا اما بالهند ولا مصر ولا المانيا.
أخذنا تقارير منهم، أرسلناهم لدولة مصر العربية وإلى الأردن وإلى الهند وإلى ألمانيا. أفادونا بالتقارير إن هذا الطفل يحتاج إلى عملية تجميلية وحسب كمية الأنسجة التالفة اللي يحرق عليه بالعضو الذكري، والعملية حوالي تريد يعني 3 مراحل لمدة 18 شهر. هذا تقرير من مصر. ورسوم العملية يعني من 2000 إلى 2500 دولار، 3 مراحل حوالي 7500 دولار، ونحتاج سكن وعلاجات وتذاكر حوالي 20,000 دولار. والله العالم نسبة العملية 50% يقولوا لنا، يا أما تنجح يا أما لا. فما مصير هذا الطفل ومستقبل هذا الطفل؟ والآن يقولوا بالقضاء، القضاء مدور والطفل ينزف في حالة كما تشاهدوا أمامكم. هذه جريمة لا يرضي الله ولا رسوله. أناشد كل أبناء اليمن الوقفة مع هذا الطفل، وكل الشرفاء من محافظة المهرة، وعلى رأسهم المحافظ البطل الشيخ محمد علي ياسر وجميع مشايخ المهرة، الوقوف إلى جانب هذا الطفل. اعتبروا أحد أبنائكم هذا الطفل، أبناء الشعب اليمني كامل. إحنا لا نريد نشحت اسم هذا الطفل أو نريد فلوس أو نريد شيء، لا، إحنا نريد علاجه. عالجوا لنا هذا الطفل، يلزموا مستشفى الغيرة ومكتب الصحة في علاج هذا الطفل. الطفل يعاني الموت، ما عاد يفعل لي القضاء حتى ونطلع عليه حكم بالنهاية فيطلع عليه الحكم ما يفعل لي قد مات الطفل. هذا ما أردت أبلغكم فيه، وبكلمكم بالقضية كامل